وهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله سليق اللحم بطريقة أهل الطائف بدون إضافات، أصبح جاهز لمعرفة المكونات وتطبيق الوصفة. يلا تابعوني على الفيديو. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم أنا خارج المنزل أقدم لكم سليق باللحم على طريقة أهل الطائف بمكونات جدا بسيطة وبدون إضافة الحليب أو البهارات. وإلى المكونات وبسم الله نبدأ. عندي هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذبيحة كاملة حري مقطعة إلى أرباع، وعندي هنا تقريبا 5 كيلو أرز أمريكي هغسله إن شاء الله وأنقعه تقريبا نصف ساعة، وملح بحري والسمن. بسم الله وعلى بركة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رددوها يا إخواني ولكم الأجر بإذن الله. أول شيء نزلت اللحم في القدر ونزلت عليه الماء، وزي ما انتم شايفين بدأ الماء يتغير لونه، ولعت عليه النار، وكذا متابع الكرام زي ما انتم ملاحظين بدأ يظهر الطفو أو الزباد. أفضل أزيله الآن حتى ينتهي تماما، وبعدين أوريكم إن شاء الله باقي الخطوات. ملاحظة متابع الكرام، وبعد إذنكم أنا أرجو منكم أنكم تحضروا مكوناتكم وتشغلوا الفيديو وتتابعوني خطوة بخطوة، وبإذن الله سليق اللحم على طريقة أهل الطائف يطلع معاكم روعة. وملاحظة كمان الله يسعدكم، أنا سبق إني سويت السليق أكثر من مرة، وأنا صراحة دائما أفضل إني أضيف على السليق اللي هو الحليب والقشطة والثوم والبصل وبعض البهارات، لكن أهل الطائف ما يضيفوا على السليق ولا أي مكونات إلا الملح، وبعد ما يستوي يضيفوا عليه السمنة فقط. وفي بعض الناس من أهل الطائف يفضل أنه يضيف عليه حليب الماعز، إذا كان غير متوفر حليب الماعز يضيف عليه الحليب اللي هو موجود في السوبر ماركت من أي شركة من الشركات. وكذا متابع الكرام ما شاء الله تبارك الله شايفين المرق صار صافي خلاص، انتهى معانا الريم أو الزباد هذا، وزي ما قلت لكم نفضل نطلعه كل ما ظهر إلين ينتهي تماما. بعد ما ينتهي تماما ننزل عليه الملح. أنا حنزل الملح وكذا. الآن حضغط اللحمة خلاص، نقول بسم الله، وكذا خلاص ضغطت اللحمة. إن شاء الله أول ما يصفر 45 دقيقة ويكون جاهز. وكذا ما شاء الله عدى عليه 40 دقيقة، نطفي النار بإذن الله يطلع روعة. هذه ليمونة ناشفة أحطها تعطيني منظر وديكور للمعلومة هذه نستفيد منها ما نرميها. ينتهي التنسيم وأفتح عليه إن شاء الله ويطلع اللحم ما شاء الله مستوي، والمرقة ما شاء الله تبارك الله ولا أروع. وكذا متابع الكرام انتهى التنسيم، نفتح عليه. في بعضهم زي ما قلت لكم من أهل الطائف الأصليين يحبوا يضيفوا عليه حليب المعزة فقط. بسم الله، شوفوا ما شاء الله الروعة والجمال، قولوا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللحم ما شاء الله مستوي، شايفين ما شاء الله تبارك الله. هذه مرقتنا، شايفين ما شاء الله تبارك الله. يلا أبغى أخذ من مرقة اللحمة عشان أسوي فيها الرز، أوريكم باقي الخطوات. وكذا متابع الكرام خلاص نزلت المرق على الرز. وللمعلومة السليق يحتاج ماء أو مرق أكثر من الرز البسمتي. طبعا الكيلو تقريبا ياخذ لكل كيلو تقريبا 1800 ملي تقريبا بالنسبة للسليق. واضح متابع الكرام؟ الآن حنضغط إن شاء الله.
وكذا ضغطناه متابعي الكرام، نركب الصمام خلاص. الآن النار عالية، أول ما يصفر إن شاء الله نحسب له 15 دقيقة ونوطي النار. وكذا متابعي الكرام زي ما انتم ملاحظين صفر خلاص. الآن النار عالية، إيش حسوي؟ حوطي النار تكون هادية أقل من وسط، واحسب له إن شاء الله 15 دقيقة أو 16 دقيقة، وبإذن الله يطلع روعة. وطينا عليه النار الآن خلاص، وطينا النار 16 دقيقة إن شاء الله، وبإذن الله نفتح عليه ويطلع سليق ولا أروع. وكذا ما شاء الله عدى 16 دقيقة، هنفتح عليه طفي النار. وكذا انتهى التنسيم، نفتح عليه وبإذن الله الرز يطلع روعة. طبعا هذه طريقة أهل الطائف، أكرر وأقول طريقة أهل الطائف. أنا العادة لما أسوي السليق أضيف له الحليب والقشطة والبهارات والبصل والثوم، لكن أهل الطائف الأصليين ما يضيفوا على السليق إلا الملح والسمنة فقط. شايفين ما شاء الله تبارك الله. الآن حقلبه، شايفين ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي وصى عليه الطبيب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاعطيه الآن شوية سمنة، هذه سمنة، شايفين ما شاء الله تبارك الله. خلاص كذا صار معانا جاهز أحلى سليق. طبعا في ناس بالنسبة لأهل الطائف المتعارف عليه يسووا السليق بعض الأحيان يحبوا يكون فيه لذعة. إيش معنى لذعة؟ يعني يخلي الرز، أو عفوا يخلوا الرز ينحرق من تحت عشان يعطيهم نكهة اللذعة، فيسموها بلذعة. أنا صراحة ما أفضل إني أسوي هذه الطريقة، وكل واحد حسب رغبته. خلاص شايفين، حتشوفوا إن شاء الله في صحن التقديم مع اللحم بإذن الله. حنغرف أول صحن الآن، بسم الله. شايفين ما شاء الله تبارك الله، حبة الرز ما شاء الله واقفة. وبالنسبة لدرجة الاستواء متابعي الكرام، في ناس يحبوا يكون مستوي بزيادة، بمعنى ينهرس الرز. أنا أفضل إنه كذا بالطريقة هذه أفضل، لا هو مهروس مرة ولا هو مستوي مرة، وكل واحد حسب رغبته. أكمل إن شاء الله وارجع لكم وتشوفوها في صحن التقديم بإذن الله. وهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سليق اللحم على طريقة أهل الطائف الأصليين بدون إضافات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه السمنة على وجه الرز. أرجو من الله أن ينال إعجابكم واستحسانكم كرما ولا أمرا الاشتراك في القناة والضغط على لايك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو والسناب حتى يستفيد الناس. وأراكم في مقطع جديد بإذن الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.